ولأني بنت بتحب تستشير أهل الخبرة رحت لعمتي اللي ليها في الدنيا كتير. حكيت لها كل حاجة عن أحمد وعن إحساس الراحة اللي حسيته معاه. عمتي قالت لي: يا بنتي لو ارتحتي لقلبه اديله فرصة، السن ده مش عائق طالما فيه تفاهم، بس طولوا فترة الخطوبة عشان تعرفوا بعض أكتر. كلامها ريحني قوي وزادني إصرار إني أفتح قلبي للفرصة دي. كنت بشوفه أحسن صورة، أختار أحسن هدومي، أبتسم من قلبي. كنت فرحانة، أيوة فرحانة بجد. أحمد كان بيتكلم كلام جميل، كلام يطمن أي بنت. قال لي إنه متمسك بيا وإنه خلاص هيجمع العيلتين عشان نتفق على ميعاد تلبيس الشبكة. تخيلوا شعوري ساعتها، كنت حاسة إني طايرة من الفرحة، خلاص الحلم قرب يتحقق. الشبكة، الفستان، الفرحة، كل ده كان بيدور في خيالي. كنت بشوف نفسي عروسة جنبه بنبني حياتنا خطوة خطوة. بس هل الفرحة دي هتكمل؟ يا ترى إيه اللي ممكن يهز حلم بيتبني بقاله شهور؟ الصدمة الكبرى في الجزء الثالث.